لا يوجد نظام مياه في العالم يمكنه التعامل مع حرائق لوس أنجلوس. اندلاع الحرائق التي أتت حتى الآن على أكثر من 55 ميلا مربعا ودمرت آلاف الهياكل وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 16 من الأشخاص. ايه ده يا جماعة؟ هو الجحيم ده في أمريكا؟ أيوة في أمريكا. مش الرئيس ترامب طلع قال يسلمون الأسرى الإسرائيليين يا إما خلاها على الشرق الأوسط جحيم؟ أهو خلاها جحيم، بس مش على الشرق الأوسط، على لوس أنجلوس. صدقوا ان لحد دلوقتي ان في ناس ما تعرفش ان في جحيم في امريكا؟ لا والله يا جماعة، ده الجحيم كله بقى في امريكا. يعني الاول كان الجحيم في غزة، يعني ايام اكتوبر اللي فات، لا قبل اللي فات، يعني كان في 7 اكتوبر، ومن ساعتها يا جماعة والدنيا اتقلبت في غزة، وبعد كده الدنيا يا عيني لفت وقلبت في امريكا. طيب العالم كله بيسأل، هو الحريق اللي في أمريكا سيء ليه للغاية؟ يعني تقريبا كده في لوس أنجلوس، هو ليه كده يعني صعب قوي كده الحريق هناك؟ هو مفيش مية هناك ولا ايه؟ لا يا جماعة، المية كلها أبي أحمد أخدها في سد النهضة، فاللي عاوز بقى مية يروح يكلم أبي أحمد. ما علينا أبي أحمد دلوقتي، يعني أبي أحمد الدنيا كده كده بايظة عنده، يعني كل يا جماعة اللي بيجي على مصر الدنيا بتخرب عنده، بس بعدها بيومين 3 4 5 6 كده. يعني أي حد بيجي على مصر ويحط مصر في دماغه، سبحان الله، يعني بتيجي كده من عند ربنا، جحيم جحيم. المهم يا أصحابي، كان في فترة من الجفاف بتمر بيها لوس أنجلوس أو غابات أمريكا، فده كمان من أسباب الرياح اللي هي هبت على الغابات اللي في أمريكا. ففجأة كده اندلعت الحرايق والدنيا ولعت هناك، ويعني ليلتهم بقت ليلة. ايه يا جماعة بقى رياح سانتا انا دي الجميلة دي اللي نورت امريكا وخلتها كده، يعني نورها رباني، يعني نورها بجد رباني، ويا ريت النور الرباني ده يدنه كده في امريكا، بس بعيد عن المسلمين اللي في امريكا. يعني تبقى كده على كل اللي حط على غزة، وعلى كل اللي حط على العراق وليبيا وكل الدول العربية، تقوم كده عندهم نار كده رباني كده زي اللي احنا شايفينها قدامكم دي يا جماعة. ايه ترامب يزعل؟ طب ما انا قلت لك يا سي ترامب ان جو بايدن وكامالا هيرس مش هيسكتوا، يعني انت دلوقتي اخدت منهم الرئاسة، هيسكتوا؟ لا مش هيسكتوا، اهم خلوها لك جحيم يا عم الحاج، انبسط بقى. طب الجماعة اللي هناك اللي عايشين في امريكا، الممثلين والناس اللي عايشة في الرفاهية الحلوة الجامدة دي، وفجأة كده ولعت، هتسيبوا ترامب؟ هتسيبوا ترامب كده يجيب اجلها يا جماعة؟ ولا جو بايدن، ولا كامالا هيرس، ولا مين يا جماعة اللي عمل كده؟ يعني مين اللي هو افتعل كل الحرائق دي؟ هل جاي كده رباني ولا بفعل فاعل؟ اكيد بفعل فاعل، بس مين بقى الفاعل؟ الله اعلم. انا مش عاوزه اقول لكم، وانتوا عارفين كويس جدا يعني فرحه الناس العارمه اللي هي تبع الدول العربيه اللي انتوا يعني جيتوا عليهم قوي وبزياده، عندهم الفرحه جوه قلوبهم عامله ازاي؟ بجد والله يا جماعه، يعني الفرحه في قلوبهم منوره اكتر من النور اللي عندكم ده. طيب فئة من الشعب، يعني فئة من الشعب بتقول حرايق لوس أنجلوس هتدنها كده مشتعلة في الغابات. اه يا باشا، هتدنها مشتعلة طول ما فيها هبات رياح قوية، يعني الهبات الرياح القوية دي طول ما هي مشتعلة، ومع هبات الرياح اللي هي البحرية القوية، فأكيد يعني هيبقى في كوارث أكتر وأكتر. حتى اسألوا جو بايدن، اه والله العظيم. طيب انتوا فاكرين كرتون سامبسون كان ذكر الحرائق دي في الحلقات بتاعته؟ يعني الحاجات دي مش من بره، يعني انتوا اللي صنعتوها وانتوا اللي روجتوها للعالم كله، فيعني ما تزعلوش لما تروجوا الحاجة وبعد كده تلاقوها عندكم بتشتعل في البلد، والناس كلها بعد كده تتكلم تقول امريكا هي اللي عملت كده. يعني انتوا اللي عملتوا كده بايديكم، انتوا اللي خليتوا العالم كله متدمر بايديكم، وفي الاخر التدمير ده جه على دماغكم. طيب نتكلم خبر كده صغير عن ايلون ماسك. ايلون ماسك طبعا صاحب منصة اكس على
الفيسبوك. يعني الفيسبوك كده طبعا في منصات كتير زي تويتر وزي الانستجرام وزي اليوتيوب وزي يعني حاجات كتيرة قوي كده بتنشق من الفيسبوك. طبعا ايلون ماسك بيصف المفوض الاوروبي السابق بروتون بانه طاغية اوروبا. وطبعا عارفين ان ايلون ماسك يا جماعة كان بيدعم ترامب. يعني كلهم كده في بعضيهم كانوا مش بيقبلوا بعض وكانوا كارهين بعض، وفجأة كده بيدعموا بعض. ويقال ولا يزال قصر فيجي المكون من 7 غرف نوم الذي يقع على الطريق نفسه. كمان بيقع فيه قصر الممثلة كيت هيدسون، ويعتقد قيمته 9 ملايين دولار قائما، لكن على بعد بضعة أبواب فقط. كان رماد أحد المنازل المدمرة لا يزال مشتعلا، ولم يتبقى سوى الغسالة والمدفأة. وقالت خبيرة التجميل الشهيرة سارة ماكسويل 44 عام وابنتها أوليفيا 12 عام إنهما شعرتا بالذنب بشأن نجاة يعني منزلهما في حين دمرت منازل العديد من أصدقائهما. وكمان قالت الصحفية إلى أن الدمار الناجم عن حرائق الغابات كارثي لدرجة أنه قد يمثل نهاية عصر في لوس أنجلوس. يا حلاوتكم. بيقولوا كمان يا جماعة ان رجال الاطفاء يعني عملوا مجهود مكثف جدا، ورغم كده مش عارفين يسيطروا على الحرائق في الغابات ولا في لوس انجلوس ولا في شيكاغو ولا في ايا كان في اي حتة في امريكا. يعني سبحان الله. يعني اللي حصل في غزة دلوقتي بيلف ويدور وبيطفوا الجحيم في امريكا. عاوزه اقول لكم كمان ان لوس انجلوس يا جماعه عاشت ليله، يعني اول يوم كده كانت ليله رعب عليهم، يعني ليله رعب كده، يعني ذره يا جماعه من يعني بيعيشوه اطفال غزه ونساء غزه وبنات غزه. واللي بيحصل في غزه او اي دوله يعني ساعدت اسرائيل، يعني ربنا كده يعني بيحط عليهم دلوقتي، فهم يعني مش متخيلين اللي هيحصل لهم، يعني هم مش متخيلين عذاب ربنا ليهم. يعني ربنا أخرهم يعني الوقت كده معين، وفجأة كده يعني ربنا حط عليهم. ربنا كده قال لهم خدوا بقى عندكم كده شوية هبة ريح من عندي، يعني عشان تفوقوا وتصحصحوا. طيب نيجي بقى واللعب مع الكبار. يعني عم سترامب زعلان زعلان قوي يا جماعة. يعني هو مش عارف ايه اللي بيتخطط له ولا ايه اللي بيتعمل له دلوقتي. يعني كامالا هارس على جو بايدن على وزير الحربية على ايا كان بقى من الجماعة الحلوين بتوع الرئاسة الاولانيين بيعملوا ايه؟ يعني بيتعشوا ايه مع بعض، بياكلوا ايه مع بعض، بيشربوا ايه مع بعض، وقاعدين بقى يخططوا لعم ترامب ازاي يعني خلوا امريكا جحيم على حس عم ترامب. عاوزة اقول لكم شن الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب الاحد هجوما جديدا على المسؤولين في لوس انجلوس في وقت يواصل رجال الاطفاء مكافحة الحرائق المستعرة في لوس انجلوس. كمان كتب ترامب على شبكة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إن الحرائق لا تزال مشتعلة في لوس أنجلوس، والسياسيون غير الأكفاء ليس لديهم أي فكرة عن كيفية إخمادها. كمان بيقول إن دي من أسوأ الكوارث في تاريخ بلادهم. يعني ربنا كده فجأة كده خلاهم في جحيم ما يعلم به إلا هم. عاوز اقول لكم يا اصحابي ان الليله دي كانت ليله بجد، يعني عمر امريكا ما مرت عليهم حاجه زي كده. يعني ان فجاه كده يعني ترامب بيقول هخليها لكم جحيم في الشرق الاوسط، لو الجحيم عندهم فجاه. تخيلوا كده ان الواحد يبقى قاعد وتلاقي الدنيا منوره قدامه، بس مش نور رباني، لا ده نور كده حراق، يعني نور كده فعل هم اللي عاملينه ما تعرفوش. جه حزام ناري من السما نزل كده عليهم ولا عليهم في امريكا كلها، ما تعرفوش ايه السبب الحرائق دي لحد دلوقتي. هم شاكين، الله اعلم بقى مين اللي عملها. يعني هيبان يا جماعة الايام الجاية، هل هم يعني ناس تبعهم ولا ناس تبع اعدائهم، ولا مين مدبرها علشان يشيل ترامب من الرئاسة، الله اعلم. ما هو غير منطقي يا جماعة وغير معقول. لو أنا ساكنة يعني في عمارة وفيها شقة بايظة، أروح بقى أهدى العمارة كلها علشان البنية التحتية بتاعة العمارة بايظة، بدل يعني ما أظبط العمارة أروح هدى العمارة على الناس اللي فيها علشان أظبط العمارة. يعني غير منطقي برضو يا جماعة والله.
طيب ما الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسنا القمر بتاعنا ده، الله اكبر عليه كده، يعني ظبط البنية التحتية في مصر، واحنا قاعدين والله ولا حاسين انه بيظبط ولا بيعمل اي حاجة. احنا بننزل كده نلاقي بلدنا بقت اوروبا، بقت حاجة كده تانية خالص، بقت يعني حاجة تشرح القلب. اه والله. علشان كده كل عينه على مصر يا جماعة. يعني هم مش راضيين باللي ربنا قسمه لهم، فعينيهم على مصر. يعني مصر تعبهم قوي. اه والله. المهم يعني لما خزانات المية فاضية وكل حاجة فاضية عندكم ما فيهاش مية. طيب. يعني غاز ثاني اكسيد الكربون CO2 اثر معاكم في حاجة؟ يعني هو اثر معاكم في حاجة؟ ده الحاجة الوحيدة اللي بتطفي النار يا جماعة. يعني سبحان الله. طيب ما علينا. طفوا بالتراب، ماله التراب. طب ما يعني انتوا خليتوها جحيم على غزة. يعني انتوا زعلانين من الجحيم اللي عندكوا، بيوت المشاهير كلها باظت، يعني ما ممكن تعملوا غيرها برضه. عاوزه اقول لكم يا اصحابي ان اي حد يشوف المنظر ده لازم يهرب. ده الجحيم بعينه، دي جهنم. يعني لما يشوفوا كده جهنم داخله عليهم كده، اي حد هيجري ويسيب ما يملك، اي حاجة يملكها كده هيسيبها ويجري. طبعا الرئيس السابق جو بايدن لغى رحلته اللي كانت يعني هيروح فيها ايطاليا، علشان بيركز على الجهود لمكافحة الحرائق المستعرة في لوس انجلوس. فهو كان رايح رحلة هناك لإيطاليا فلغاها. البيت الأبيض أعلن ده يوم الأربعاء. طيب كمان قال موقع باور أوتيكز الذي يتتبع انقطاع التيار الكهربائي في الولايات المتحدة إن ما لا يقل عن 60,000 منزل وشركة بدون كهرباء في لوس أنجلوس. يا حلاوة. كمان أصدرت السلطات يعني أي حد يشرب من مياه الحنفية علشان تلوثها. يا حلاوة. يعني نفس اللي بيحصل في قطاع غزة. والله بتاع قطاع غزة دول الله عليهم ان هم استحملوا كل اللي بيحصل ده. ربنا كده بقى يعني بيفرح قلبهم. لحظات لحظات في امريكا. لحظات يعني مش شهور. عاوز اقول لكم كمان ان كل المشاهير راحوا على فندق بيفرلي هيلز. الليلة فيه كانت ب1000 دولار. يعني راحوا هم والكياس والكلاب والغسيل بتاعهم، وكلهم قضوا الليلة هناك، والليلة ب1000 دولار. واهم حاجة عندهم يا جماعة الحيوانات الأليفة. يعني الحيوانات الأليفة اهم عندهم من اطفال غزة. اه والله. كمان قلب النجم العالمي ميل جيبسون مواقع التواصل الاجتماعي وأثار جدلا واسعا بعدما كشف في أحدث لقاء له إن 3 من أصدقائه تعافوا من مرضى السرطان. يعني عندهم الأدوية يا جماعة هناك، ومش عاوزين يعني ينشروها علشان الناس تفضل تعبانة، أو الناس مش يوصلها الأدوية دي. الناس تفضل تبحث وتعافر ايه اللي بيشفي مرض السرطان وهم عندهم الأدوية دي، ومش عاوزين يعني يعلنوا عليها أو ينشروها علشان يفضل العالم كده مولع نار. طيب الحكاوي كتير جدا جدا جدا، فأنا على قد ما قدرت حاولت أجمع شوية حكاوي كده وحاجات من اللي بتمر بأمريكا الأيام دي، من ليالي الجحيم اللي يعني أهل غزة عاشوها شهور وسنين. فهنحاول إن شاء الله الأيام الجاية نشوف إيه اللي بيدور من جحيم في أمريكا.